السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيفنا اليوم إسحاق الحارثي من سلطنة عمان، الإعلامي المميز. زار الجزائر وهو ضيف خفيف الظل في موقع السياحة كوم. أهلا وسهلا أستاذ. مساء الخير. صح التعبير والحديث لكم ولجميع متابعي السياحة كوم على هذه القناة المميزة الجميلة، وإن شاء الله كذا نقضي أوقات جميلة وندردش فيها مع بعض. شكرا أستاذ. السياحة لها دور كبير في تطوير البلد من الناحية الاقتصادية. ما هو دور الإعلام في هذا المجال، يعني في نفس السياق في مجال السياحة وتطوير السياحة؟ بداية يعني دعنا نتفق اليوم، هناك الكثير والعديد من الدول قائمة على الجانب السياحي الذي هو يعتبر يعني رديف لميزانية ودخل الدول، فبالتالي أكيد بدون شك السياحة لها دور كبير في اقتصاد تشكيل الاقتصاد الوطني لأي بلد. فبالتالي نعم، اليوم إذا جينا نتكلم من منظور اقتصادي للسياحة ومخرجاتها ولدعمها لميزانيات الدول، فهذا كلام اليوم مفروغ منه، بس بالعكس يعني يعد في من أولويات الدول، وهو الاشتغال على هذا الجانب. جميل جدا أستاذ إسحاق. ما هو دور الإعلام أو الإعلامي في تطوير السياحة في بلده؟ الإعلامي هو اعتبره مشارك، يعني حاله كيف يعني حال التطور اللي تبنيه البلد من ناحية السياحة، فهو هو عين البلد أو عين الدولة اللي سواء بلده، أو إذا ما توسعنا في إطار أكبر وقلنا مثلا المحيط اللي فيه، سواء دول منطقة أو دول قارة. مثلا نتكلم سواء إذا جينا على في عندنا دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية، فهذا دوره بنقل الصورة اللي هو يجب أن يوصلها للآخرين عن السياحة، ابتداء نعم من المحيط اللي هو فيه، واتساع الرقعة إلى أن يصل إلى مصاف الدول العربية للترويج لهذه السياحة، حال يعني التبادل الإعلامي على مستوى الدول العربية في تنشيط ودعم وترويج للسياحة البينية في هذه الدول. فالإعلامي طبعا اليوم أصبح دور مهم جدا، لأنه مش كل الناس قادرة توصل لها المعلومة، فأنت كإعلامي أنت بدورك توصل هذه المعلومة للمتلقي. فبالتالي أنت يعني يجب أن تكون دورك كإعلامي في نقل الصورة بما تراها الحقيقية، وبإثراء الآخرين والمتلقين بكل المعلومات اللي ربما يحتاجوها ومعرفتها عن هذه الدولة اللي تزورها. فإذا دور الإعلامي دور مهم جدا، وهو لاعب أساسي في هذه المنظومة، فبالتالي يقع عليه من الأدوار الكثيرة. جميل جدا أستاذ، الحديث معك شيق. سؤالنا الآخر، أنت ضيف هنا عندنا في الجزائر وهذا بلدك الثاني طبعا. أنت في ولاية قسنطينة، ما هي الأماكن التي زرتها في الولاية وهل أعجبت بها؟ بداية يعني من خلالكم ومن خلال الموقع السياحة كوم أتقدم بالشكر الجزيل للدعوة الكريمة التي تلقيناها من الأستاذ عبد الوهاب بولفخاض رئيس الفيدرالية السياحية والفندقة هنا بالجمهورية الجزائرية، ولباقي الأخوة الزملاء الكرام الإعلاميين في الاتحاد العربي للإعلام السياحي. حقيقة دعوة مقدرة ومثمنة، ويعني تنم عن فعلا التوجه الكبير يعني الآن والنقلة النوعية التي تشهدها الجمهورية الجزائرية من حيث رفض هذا الملف
ودعمه والتسويق له والترويج له، سواء باستقطاب إعلاميين من كل الدول العربية والزملاء في الإعلام السياحي. فأتقدم لهم بجزيل الشكر والتقدير. ونعم حقيقة أنا هذه الزيارة الأولى للجمهورية العربية الجزائرية ولمدينة قسنطينة. أنا حقيقة معجب جدا بما شاهدته اليوم في تجوالي مع الزملاء الأخوة الكرام في الإعلام السياحي. فهذا من الأشياء المهمة اللي يجب على الزائر إلى هذه المدينة أن لا يغفل زيارة هذا المعلم التاريخي والأثري الكبير. إضافة طبعا إلى الجزائر أو قسطنطينة هي معروفة بمدينة الجسور. هذه ميزة أخرى جدا فريدة، يعني من نادر أن تلاقيها في دولة يعني لا عندها مقومات السياحة. فهذه المدينة اليوم اطلعنا على الجسور، تقريبا 8 جسور إلى 7 جسور هي تربط الأجزاء المدينة، بعد أن عرفنا أنه هذه المدينة بنيت أساسا على قمم أعلى قمم الجبال. فبالتالي هناك الحاجة دعت إلى وجود هذه الجسور التي اليوم تمثل معالم سياحية ويقصدها جميع الزوار سواء من داخل أو من خارج الجمهورية الجزائرية. بالإضافة طبعا إلى أماكن تعرفنا عليها في أحياء البلد. بدون شك هناك أماكن كثيرة رايحين سوف إن شاء الله تباعا نفرد لها مساحة ووقت في زيارتها. وأنا الشكر لك أستاذ، حديث شيق وحوار شيق مع الأستاذ إسحاق. ولضيق الوقت نشكر المشاهدين على صبرهم معنا، وفي حلقة قادمة إن شاء الله من لقاء في السياحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.